السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ معاكم هبة هنداوي، والنهاردة هنعمل مع بعض احلى كشري مصري وكله في حلة واحدة، طبعا مع الصلصة الحمراء والدقة البيضة. يلا نبدأ مع بعض. اول حاجة حلة على النار نصها مية، ونبدأ نحط عدس مغسول كويس ونسيبه يتسلق. تاني حاجة نبدأ نجيب حلة، شوية زيت، شوية توم، نحمره ويكون لونه ذهبي، ننزل عليه بربع كوباية خل، نقلبه كويس. بعد كده طماطم مضروبة في الخلاط ننزل عليها، ولو فيه صلصة ممكن نحط معلقة، نقلب كويس. نبدأ نحط كزبرة، شوية كمون، شوية ملح، وطبعا عايزينه سبايسي بنحط شطة حمرا. ده معجون انا عاملاه في البيت، شطة حمرا. طبعا بعد ما تسبكت كويس جدا بننزل عليه بكوباية مية بعد الغليان، 10 دقايق بعد الغليان بنطفي عليه، يكون جاهز معانا. تاني حاجة مية مغلية على النار وملح وزيت، وننزل بالمكرونة. طاسة عشان نعمل الدقة، توم وزيت وشطة خضرة مضروبة في الكبة، شوحها كويس، ننزل عليها بكوباية خل او نص كوباية خل بس مش مية. ده كده نحط شوية كزبرة، شوية كمون، والملح. تبقى كده الدقة معانا تكون مظبوطة وجاهزة معانا، غلوة واحدة بنطفي عليها. نجيب حلة نبدأ نحمر فيها الشعرية، شوية زيت، حمر كويس الشعرية. دلوقتي بعد ما وصلت للون ده كوباية رز مغسولة كويس، ننزل عليها على الشعرية ونقلب كويس. مع التقليب طبعا هنجيب بقى العدس اللي احنا سلقناه في الاول خالص، مش هنصفيه، هو اصلا ما فيهوش يدوبك ربع كوباية مية بتاع السلق اللي يدوبك اللي اتبقت فيه. هننزل مع التقليب، يبقى دلوقتي الرز والشعرية والعدس مع التقليب. بعد كده هنحط مقدار المية بتاعنا، طبعا المية هتكون بعد الرز بعقلة صباع، ونحط الملح ونسيبه يتسلق. نسيب دلوقتي الرز بعد ما اتسلق زي ما حضراتكم شايفين، هنبدأ ننزل عليه بالمكرونة اللي احنا سلقناها، هنحطها على وش الرز والعدس والشعرية ونسيبها تاخد وتدي مع بعضيها. طبعا بصل متقطع جوانح، عليه شوية دقيق، شوية نشا، شوية ملح، نقلبهم كويس. طبعا النشا والدقيق بعد ما بيحمر بيبقى مقرمش مش طري. طاسة على النار نبدأ نحمر البصل بتاعنا، بدأ يحمر، مش هنغمقه لان لو اتغمق هيبقى ممرر، بيبقى اللون الذهبي طبعا كريسبي خالص مش طري. نبدأ نطلعه. بعد كده هناخد الزيت بتاع القلي شوية منه مش كتير، معلقتين 3، نبدأ نرش على المكرونة والرز. الكشري بتاعنا بيدي طعم حلو الزيت اللي متحمر في البصل. بعد كده بنسيبه ياخد ويدي مع بعضه، بعد كده نطفي عليه ونبدأ نقدمه. احلى كشري هتجربوه. معاكم هبة هنداوي، ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. مع السلامة.